هلا رح نتعلم كيفية ضرب الإبرة. ولي أنا بخاف من الأبر. أنا كمان. لا الإبرة ما بتخوف، بس تتعودوا عليها ما عاد تخوفكم. الإبرة وهم. شو دكتور نتعود عليها ما نتعود؟ نحن رح ناخذها يعني؟ أنا ما بدي. ولا أنا بدي. روقوا وطولوا بالكم، مو انتوا اللي رح تاخذوها، رح تعطوها للإبرة. إيه أنت قلت تتعودوا عليها؟ قصدي رح تتعودوا انكم تعطوها. إيش بك فرقت كيلومتر؟ إيه برياحة. شو ساعدتك بطلت؟ رح نتعلم كيف بنضرب الإبرة. نفتح الإبرة، بنحط المحقن براس الإبرة، نسحب الهواء ونفضيها لنشوف إذا شغالة. رح نعتبر هذا السيروم هو الدواء اللي بدنا نعطيه. طبعا بعد تعقيم مكان السيروم بنفوت الإبرة، بنسحب الدواء، بدنا ننتبه إنه ما يكون في هواء ضمن الإبرة. هاي الإبرة انتبهوا معي، عم نجمع الهواء بالأعلى وبعدين بنطلعه من راس الإبرة. هلا هيك الإبرة صارت جاهزة. رح نعتبر هذا المجسم هو الإنسان اللي رح نعطيه الإبرة. طبعا العضلة الإليوية. يا عيب الشوم. سترها دكتور سترها للمخلوقة. لك والله عيب. والله اللي استحوا ماتوا. شو بكم؟ خلص هي سترناها. ها هيك أحسن. بلا بياخة، خلص بابي انتي، مو جايين نلعب هون نحن يا صبايا. شوفي مجسم. شايفين هي العضلة؟ نقسمها 4 أقسام. هذا القسم الأنسي من العضلة وهذا القسم الوحشي. نضربها بالقسم الوحشي العلوي هون. تمام؟ طبعا بنعقم محلها مضبوط بالسبيرتو والقطنة، وبعدين ابرتنا جاهزة ومفضينها من الهواء، نحقنها بشكل واضح وقوي. تمام، بحيث تفوت الإبرة كاملة بالعضلة. نسحب حركة أمان لنشوف ما طلع دم. حال ما طلع دم بنكمل الحقن.